السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اسف. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ هنبدأ كده زي ما احنا متعودين. هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني جديد، واللايك بقى يا حبايب قلبي عشان اللايك ده هو اللي بيشجعنا ويخليني اعمل معاكم فيديوهات على طول وابقى مشجعة معاكم يعني وكده. لايك حلو بقى كده منكم، مش هتوصلوا حاجة. لايك وكومنت حلو كده منكم ليا، دعم ليا كده عشان اشجع معاكم على الفيديوهات. وكل سنة وانتم طيبين. انا مصورة الفيديو ده قبل رأس السنة باسبوع، باسبوع. اليوم كان عندنا شتاء اوي اوي اوي، الشتاء اللي هو بقى يعني كان طول الليل شتاء، ما بطلش الشتاء. جوزي بقى لقيته بيقول لي لا اعمل لنا عدس بقى، هو بيحب العدس وانا بصراحة بحبه، قال لي اعمل لنا عدس بقى وكده. فانا مصوره الفيديو ده قبل راس السنه باسبوع بالظبط. بس طبعا انا ملكت افضى من الست لولي وافوق لها وكده، فبصور معاكم بقى الفيديو. قلت اما اسجل معاكم الفيديو النهارده وانا مني بعمل شغل تاني اوردرات، فبصراحه غصب عني يعني معلش. انا هنا بقى عملت ايه؟ عملت كوبايتين، كوبايه ونص عدس. تمام، دبقتهم. طلعت منه يعني العدسية الوحشة وكده، وغسلته غسلة كويسة. اعملي بقى على حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا هنا عملت يعني الكمية اللي انا محتاجاها، اللي هي كوباية ونص بالظبط، معيار كوباية ونص لنفرين احنا، ولا بنحبه تقيل اوي ولا بنحبه خفيف اوي. عملت هنا كوباية ونص وطبعا حطيت بصلتين. انتم شايفين البصل، غسلته كويس وحطيته في الحلة، وحطيت بصلتين، وحطيت طماطميتين كده ونص، وحطيت 3 فصوص توم او 4 بس صغيرين. يعني لو التوم كبير حطي 3 بس، لو هو صغيرين التوم حطي 4. فاهمين قصدي؟ وزودت المية هي زي ما انتم شايفين، غطت الحاجة، ما بحطش عليها، ما بقتش عليها النار الا ما بحط المية. انا هنا كان عندي شوربة، كنت عاملة قبلها يعني فراخ وكده. كنت عاملة فراخ في ايه والله من فاكرة، كنت عاملة فراخ وحاجة مش فاكرة والله، كنت عاملة اكل ايه، فراخ باينة ومكرونة مش فاكرة. المهم كنت جالي زهايمر بدري. كنت عاملة فراخ، ودي الشوربة اللي اتفضت يعني ايه منها. وكنت بغلي الببرونة بتاعت لولي، فكنت حاطة الحلة بتاعت اسمها ده، قولوا معايا، بتاعت الشوربة يعني بتاعت تجلي عشان انا في الفريزر او انا في التلاجة. فانا بقى زي ما قلت لكم كده عشان ما توهش منكم، انا مش هروح بعيد. انا بقول لكم ما بقتش على العدس الا لما بحط الميه بحطها، بغطي العدس كده من الميه واسيبها بقى مع نفسها تستوي، يعني الميه تنشرب منها. والحاجه اللي انا حطاها معاها اللي هو البصل والثوم والملح. انا ما بحطش ملح. البصل والثوم والطماطم والعدس يستووا مع بعض، والجزر على فكره نسيت اقول لكم، انا حطيت نص جزرايه او ربعين. لا انا حاطه ربعين، حطيت ربع جزرايه. تمام، واسيبهم بقى مع نفسهم. بس عايزه اقول لكم اللي انا وانا بعد ما حطيت الميه حطيت نطرة كمون ونطرة كزبره بسيطه جدا ونطرة شطه بس، ومرقه دجاج، ما حطيتش حاجه اكتر من كده. تمام. هنا بقى الحله الصغيره ديت كنت بعمل فيها اكل اللولي. خدت شويه عدس كده، قلت اما اجرب لها يعني، رغم ان هي تعبانه وما بتاكلش، فقلت اما اجرب لها. خدت منها شويه عدس وعلى جزر وكوسه وقلت اما اسويهم. انا بسويهم في الحله دي بتاعتها يعني. انا هنا طبعا كنت انا عملت ايه بقى، كان عندي حتتين بانيه في الفريزر، مكانش عندي بقى فراخ. فقلت احنا عايزين فكنت عايزه اعمل بعد القلقاس ده، بعد قصدي العدس ده، انا متلخبطه مش عارفه ليه. بعد العدس ده قلت كانت نفسي اوي رايحه للقلقاس، وكان عندي حتتين بانيه في الفريزر متبلين يعني مش متبلين. فقلت يا بنتي ايه، طلعيهم بالمره يعني يفكم. طلعتهم وفكم
وبتاع، وقلت انا هتبلهم وهنهم متبلين عشان تالت يوم بعد العدس لما يخلص اعمل القلقاس يكون عندي البانيه جاهز في قلب التلاجة متبل جاهز يدوبك على الفيجيتار والبيض والدقيق وخلاص. فاهمين قصدي؟ فاني طبعا حطيته قدامكم كده. ضربت البصلتين في قلب الخلاط وملح وفلفل اسمر بس، ولو في شطيطه حاميه بحط معاهم، بس انا ساعتها جوزي ما كانش عايز وقال لي لا ما تحطيش. فانا عملت بصلتين وملح وفلفل اسمر وبس، ما عملتش اي حاجه تاني. وحطيتهم على البانيه في البوله بتاعه البانيه فوقهم يعني، وغطيتهم ودخلتهم التلاجة. دي لولي بقى كانت نايمه على اللي كنت مقعداها جنبي، كانت عماله تعيط، ودخلتها قعدت جنبي كده على على الارض في المطبخ. بس كل شويه كنت ببص عليه عشان ما تخبطش نفسها في الاكره بتاعه الضرفه بتاع المطبخ يعني. وهنا ماما الله يبارك فيها كانت جايبه الخس ده، فكان عايزه تنضف. كان ورايا حاجات كتير والله في اليوم ده، بس يلا بقى. انا هنا طبعا صفيت العدس زي ما انتم شايفين، ضربته في الخلاط بعد ما استوى وزودت ميه. هو هنا انتم شايفين اللي هو خفيف، بس هو بيتقل، العدس بيتقل عشان انت طبعا بتحط الشعريه. انا لسه ما كنتش حطيت الشعريه، فمع الشعريه انا هنا بقى كنت حطيت الشعريه ولا كنت لسه؟ لا كنت حطيت الشعريه. بس انا معرفتش، انا بحوش هنا الشعريه وحطيتها في البوله الصغيره، يعني انا حشتها في قلب البوله الصغيره علشان لو لقيت نفسي حاطه شويه صغيرين اخد منها معلقتين هنا. فاهمين قصدي؟ ما بحطش الشعريه كلها عشان مره حطيتها كلها غصب عني، لقيت الشعريه كانت كتير وتقلت معايا قوي. فانا بنقل شويه واحط شويه بشويه، اشوف الدنيا قدامي ايه، المعايير قدامي ايه، ولا يعني الحاجه قدامي ايه. فاهميني؟ انا هنا كده خلاص ده القوام اللي انا عايزاه، وهو كده كده الشعريه بيتقل قدامي، والعدس هنا كده خلاص خلص. وانا هنا كده طبعا كنت قطعت الخس كده ونضفته زي ما انتم ما شايفيني، كنت حطاه في الحوض خلاص. وحمصت عيش، كان في عيش طبعا في قلب التلاجة، طلعته حمصته في الميكروويف او في البوتاجاز عادي. وهنا بقى انا كنت بوريكم اللي العدس شايفين تقول ازاي، ما حطيتش اي حاجه. وما تحطيش حاجه، انت بتحطي الملح والفلفل في الاخر بقى خالص، بتحطي الملح. انا ما بحطش الملح وهو بيستوي، لا، انا بحط الملح في الاخر. اللي بحطه بس مع الميه وانا بزودها، بحط ملح وبحط كمون وكزبره وشطه ومرقه دجاج باللحمه بس. متنسوش بقى تحطوا لايك وكلمه حلوه كده.